اتفرجت على بلاك بانثر واكاندا فور ايفر، فتعالوا نتكلم عنه وعن اللي عجبني واللي ما عجبنيش. اخيرا نزل فيلم بلاك بانثر واكاندا فور ايفر وقدرت ان انا اتفرج عليه. فهنتناقش النهارده في الفيلم بدون حرق. مش هنتكلم عن احداث الفيلم، لكن هقول لكم رايي بالظبط واللي عجبني واللي ما عجبنيش والاتجاه اللي اخدوه في الفيلم ده، وان انا قد ايه انبسطت وانا بتفرج على الفيلم ده. الفيلم بتاعنا بيدور حول احداث مملكة واكاندا تاني، بعد ما بيحاولوا ان هم يحافظوا على الدولة بتاعتهم والمملكة بتاعتهم بعد موت الملك بتاعهم، وشروع الدول كلها في ان هم ياخدوا الفايبرينيوم بتاعهم، وكمان ان هم يواجهوا خطر نيمور والمملكة بتاعته. الفيلم بتاعنا تقييمه BG-13 لمشاهد عنف وشوية لغة قاسية. اتكلم عن الفيلم، لكن قبل ما تيجي متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا القناة وتفعلوا الجرس، ويلا نبتدي. خلينا كده نبتدي الكلام بأبسط حاجة أقدر أقولها، وهو إن ده أفضل فيلم مارفل السنة دي وبدون منازع. يعني الموضوع سهل جدا، لأن الأفلام بتاعت مارفل اللي شفناها السنة دي ما كانتش أقوى حاجة. الفيلم ده اكتر حاجة بيقدر ان هو ينجح فيها، انا من رأيي شايف الشخصيات بتاعته كلها كويسة جدا وحلوة قوي. الاداء التمثيلي والمجهود المحطوط في كل شخصية حاجة حلوة جدا. غياب تشالا او تشادوك بوزمان واضح في الفيلم ده ومأثر شوية عليه، لكن الشخصيات كلها اللي موجودة بتعمل يعني بتحل المكان ده وبتحل الفراغ ده بالاداء التمثيلي، بالكاركتر اركس والقصص بتاعتهم والطريقه اللي مكتوبين بيها. يعني بعد ما اعلنوا موت تشارلي بوزمان كلنا اللي هو تساءلنا كده هيتصرفوا ازاي، هيعملوا ايه. وقالوا ان هم مش هيعيدوا الكاستنج بتاع الشخصيه، يعني خلاص الشخصيه ماتت في القصه، فهيتصرفوا ازاي معانا شخصيات مش هتقدر تبقى بلاك بانثر. لا، اتصرفوا كويس وعملوا شخصيات كويسه جدا. شخصيه شوري قوية جدا في الفيلم ده، كانت شخصية هامشية كده شوية. الفيلم ده محوره هي شوري، وقوية جدا. أداء تمثيل محطوط في الشخصية جميل جدا، والارك بتاعت الشخصية تحفة. عندنا برضو شخصيات زي الملكة راموندا، عندنا شخصيات زي ناكيا. الشخصيات دي كلها أدائها التمثيلي حلو جدا. في شخصيات أنا شايف إن ما خدتش حقها في الفيلم ده، زي إمباكو مثلا. أنا شايف إنه كان المفروض يبقى موجود أكتر في الفيلم ده، يساعد شوري، يمهد لشوري الطريق بعد ما أخوها مات والكلام ده كله. في شخصيات حاسة إن هي وجودها ملوش لازمة برضو. ف لكن عامة الشخصيات الرئيسية كويسة جدا. لازم نتكلم عن نيمور وقد ايه شخصية نيمور رائعة. شرير كده، تحس ان هو ليه هيبة وليه قوة كده ما شفناهاش بقالنا كتير في أشرار مارفل الفترة دي. الشخصية تقدر كده تحس إن هي ولا هو شرير قوي ولا هو طيب قوي، لكن في كده نوع من السواد والشر اللي موجود فيه. عجبني جدا الطريقة اللي حكولنا بيها تاريخه، والطريقة اللي حكولنا بيها ازاي مملكته اتعملت، وتقديم مملكة تالوكان عامة كانت حاجة قوية جدا. وهايلايت للفيلم ده، لأن الفيلم ده كان عنده حاجات كتيرة جدا يقدمها، لكن نجح في انه يقدم المملكة دي والشرير ده بشكل كويس. وعامة المملكة كلها والجنود والشخصيات اللي مع نيمور عامة معمول لها كده هيبة وتقديم كويس جدا، انا انبسطت منه. الفيلم ده التون بتاعه عجبني جدا، ماهوش كرتوني كده، ماهوش حاجة تحس ان هي كورني كده او فيها نكت ملهاش لازمة، فيها شخصيات هبلة فيها. والتون بتاعه عجبني عامة عن شوية افلام مارفل اللي نزلت الفترة الأخيرة. طبعا كان في مشاعر كتير جدا لازم تتحط في المشروع ده عشان ي... ي... يبقى كده زي هدية لتشادويك بوزمان ان كان بيمثل تاتشالا وكده. فبالنسبة للمشاعر والدراما والحاجات اللي كانت في الفيلم ده كانت قوية جدا، في حاجات انا مكنتش ببقى متوقعها. انا ناوي ان انا اعمل مراجعة مع حرق، عشان الحاجات كتيرة جدا عايزة اتكلم عنها وعايزة اعبر عن رأيي في بعض الاحداث، لكن المشاعر بيتعاملوا معاها بشكل كويس جدا في الفيلم ده. مؤثرات بصرية تحفة، مشاهد أكشن تحفة. في لقطات سلو موشن كده حلوة جدا، مش زي بلاك ادم اللي كان مليان سلو موشن. لا، هنا اللقطات كانت بتبين لنا الحاجات بشكل كويس. واضح ان هم وفروا اغلبية الميزانية بتاعتهم للفيلم ده، عشان شكله قوي جدا في موضوع البصريات، ما فيهوش لقطات شكلها غريب عن زي مثلا دكتور سترينج ذا مالتي فيرس اوف مادنس وثور لاف اند ثاندر. لا، ده كل اللقطات بتاعته شكلها كويسة، شكلها حلو زي افلام مارفل القديمة او اللي هي في المرحلة الثالثة وكده. بس فعموما الفيلم ده مش هقول لكم ان هو افضل فيلم ولا هو بيرفكت،
بالعكس في حاجات بسيطة او حاجات معينة هتكلم عنها في فيديو الحرق، ان انا ما عجبنيش الطريقة اللي اتخذوا فيها. لكن الفيلم ده قوي جدا، ويعني رجعوا تاني للفورم بتاعهم في الافلام، وان الافلام تبقى ملحمية، الافلام تبقى حلوة، الافلام يبقى فيها شخصيات كويسة ومكتوبة كويس. فانا انبسطت جدا من الفيلم ده عامة. الشخصيات تحفة، التمثيل تحفة، القصة نفسها عجبتني جدا، وعملت وورد بيلدينج او يعني بناء للعالم اكتر، في مفاهيم وحاجات وشخصيات اتقدمت كتيرة هنشوفها في المستقبل ان شاء الله. وادي الفيلم ده 9.5 من 10. كان فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. انتوا كمان لو شفتوا الفيلم اكتبوا لي رايكم في الكومنتات، ومتنسوش تعملوا لايك وتشتركوا القناه وتفعلوا الجرس. وسلام.